لا يحكم هذه الزاوية القاحلة من الأرض سوى الشمس بقسوتها المحرقة لكل ما هو حي. هنا لا يوجد ماء ولا ظلال، بل حرارة شديدة نهارا والبرد ليلا. كل هذا يجعل هذه الأماكن الأكثر قسوة على الأرض. قليلون هم الذين يستطيعون البقاء على قيد الحياة هنا. يمكن أن يموت فيها أي شخص بشكل فوري في هذا المكان القاحل والمنعدم للحياة. الحياة تعني نهاية لأحدهم وبداية نجاة للآخر. في هذا المكان الرملي يعيش حيوان صغير ومتعلق بتكيفه الرائع مع شدائد الصحراء. هذا الساكن الصحراوي المذهل الذي ربما لم تسمع عنه من قبل هو قط الرمال، سيد البقاء في رمال الصحراء المميتة المحرقة. حصل قط الرمال على اسمه نسبة إلى الكثبان الرملية الشاسعة في الصحراء بسبب موائله المعبأة بالرمال وعدم وجود الأشجار والنباتات في هذه المنطقة. حصل هذا الحيوان على اسم قط الرمال. يعيش هذا الحيوان في صحاري شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية ووسط آسيا. لا يزال قط الرمال لغزا على الرغم من اكتشاف هذا النوع قبل أكثر من 100 عام. الكثير من الناس لا يعرفون حتى عن وجود هذه القطط البرية ذات الحجم المتطابق للقطط المنزلية. يعيش هذا الحيوان بشكل متحفظ ويفضل أسلوب الحياة الليلي، ولكن مع برامج تحديد المواقع العالمي ونظام المراقبة الفضائية يمكن للعلماء دراسة القطط البرية دون الحاجة إلى القبض عليها أو التدخل في حياتها الهادئة بعيدا عن البشر. إن قط الرمال هو جزء من النظام الإيكولوجي. هذه القطط الوحيدة التي تعيش بشكل أساسي في الصحاري تعتبر مسالمة مقارنة بالقطط البرية الأخرى التي تكون عدوانية بعض الشيء، فهم يبدون كالقطط المنزلية اللطيفة بفضل أذنيهم المقوسة والفراء الكثيف الرملي اللون. لكن هؤلاء القطط البرية هم حقا حيوانات مفترسة لا تتشابه مع أي سكان الأراضي الصحراوية، فهم لا يستسلمون ويتميزون بحجمهم الصغير الملفت للانتباه. فهي واحدة من أصغر فصائل القطط وحجمها يختلف كثيرا عن باقي الأصناف المماثلة. يتميز رأس الحيوان بشكله الكبير والعريض ويبدو أكبر بسبب الشارب الكثيف وأذنيه الكبيرتين والمنفوشتين. بسبب شكل الوجه الفريد من نوعه تبدو هذه القطط لطيفة ومضحكة نوعا ما بفضل بنية وجهها غير العادية. بضربة واحدة من كف قط الرمال تفقد الفريسة قوتها، وقوائمها الكبيرة والقوية تسمح لها بالحفر بسرعة والعثور على الحيوانات الصغيرة التي تعيش في جحورها. تحمي أسفل قدم قط الرمال الحساسة بطبقة سميكة من الفرو الكثيف والقوي تحمي القدمين من الرمال الساخنة وتدعم القط لمنعه من الغرق في الرمال. تصدر قطط الرمال أصواتا تشبه إلى حد كبير صوت القط المنزلي. تساعد حاسة السمع الحادة لقطط الرمال على اكتشاف الفريسة التي تختبئ حتى تحت الأرض. بفضل حجمها يمكن لها أن تدخل في جحور صغيرة. الصحراء لا يوجد فيها فقط شمس لا ترحم في النهار، ولكنها أيضا درجات حرارة متدنية للغاية في الليل. لذلك تتمتع القطط الصحراوية بفراء كثيف وناعم يحافظ على دفء جسمها في الليالي الباردة ولا يتركها تتجمد. كما أنه لا يسمح بمرور الحرارة نهارا حتى لا يشعر الحيوان بالحرارة الشديدة، ويكون لون الفراء غالبا باللون الرملي الفاتح مع تدرجات بنية وخطوط رفيعة أو بقع صغيرة بالكاد تكون مرئية. ويحدد هذا المظهر الخارجي بيئة الرمال المحيطة به، مما يجعل هذه الحيوانات شبه غير مرئية بين الصحاري الرملية والأودية الصخرية. يعيش قط الرمال حياة منفردة ومختبئا ليلا، ولذلك يبحث علماء الطبيعة والمصورون عنه ليلا. أما نهارا فعادة ما يجلس في الجحور أو الكهوف ويصبح نشطا في الليل. عندما يتوجه قط الرمال للصيد في الليل قبل مغادرة جحره يتخذ وضعا خاصا في مخبئه لمدة 15 دقيقة. يراقب البيئة بعناية ويستكشفها بتركيز، ينظر حوله ويستمع جيدا، ثم يتدحرج على الأرض ويتحرك على الرمال بكل هدوء وصمت ويتجول حول ممتلكاته بحثا عن الفريسة.
على الرغم من أن القط يتحرك بطريقة غريبة، إلا أنه يستطيع التغلب على الكثبان الرملية بسرعة تصل إلى 40 كم في الساعة، ولا تعيق طريقة سيره قدرته على الانتقال لمسافات طويلة تصل إلى 10 كيلومترات في الليل. ويتفحص القط خلال الليل مساحة تصل إلى 8 كيلومترات مربعة في رحلة واحدة. يتجول هذا الحيوان البري بهدوء وحذر، وخطواته خفيفة وصامتة تماما، وإذا اقترب منه أحدهم يتوقف القط ويغمض عينيه لكي لا يتم الكشف عنها. من الصعب العثور على الطعام في الصحراء، ولذلك ليس لدى القطط متطلبات في الطعام، يأكلون كل ما يمكنهم العثور عليه، وتتألف وجباتهم الأساسية من تغذيتهم من شثث الحيوانات الصغيرة. ولكن تشكل الفئران والسحالي والأرانب الصغيرة والحشرات والطيور الصغيرة جزءا كبيرا من نظامهم الغذائي. يتم جمع الغذاء بجهد كبير، ولذلك تحاول القطط أن تأكل قدر استطاعتها في حالة صيد ناجحة، ويمكن للقطط أن تأكل ما يصل إلى 10% من وزن جسمها في وجبة واحدة. ويساعد السمع الحاد للقط الصحراوي في الكشف عن الفريسة التي تختبئ حتى في الأرض، وعادة ما تنقض القطط على فريستها في جزء من الثانية وتأخذها بقوة وتمزقها بأسنانها ومخالبها. ومن اللافت أن القط الصحراوي يمكنه الاستغناء عن الماء لعدة أسابيع، ويروي عطشه فقط من خلال الطعام الذي يتناوله. أحيانا يصطاد المفترس فريسته في مكان بعيد عن جحره، ولكن على عكس القطط الأخرى فإنه لن يجر فريسته إلى الجحر. عندما يتمكن القط من الصيد أكثر مما يمكنه أكله، يقوم بترك فريسته في الرمال للعودة إليها في وقت لاحق. القدرة على الصيد المختلط تعتبر من مواهب هذه الحيوانات الخاصة، وتهاجم القطط المفترسة ثعابين صحراوية ذات القرون، والتي تعتبر من مماثل الحيوانات السامة في الصحراء. لا يزال هذا الحيوان يعتبر من الحيوانات الصعبة الوصول لها من قبل الباحثين والمستكشفين، حيث يجعل صيده صعبا للغاية. ولذلك فإن العثور على أثر بصمات القط الرملي هي مهمة شبه مستحيلة. والأكثر إثارة للاهتمام هو أن القط يبدو دائما وكأنهم قطط صغيرة حتى عندما يكبرون، ولكن القطط الصغيرة ذات الأذنين الطويلتين تكون جذابة للغاية. فترة الحمل تستمر لمدة 60 إلى 65 يوما، وتلد الأنثى عادة من 3 إلى 5 قطط. يتميزون هؤلاء الملوك الصحراويون كما يسمون بالتخفي من الأعداء والعثور دائما على الطعام. يعيشون بشكل مريح في واحدة من أصعب الظروف على كوكبنا، وهو نوع فريد من الثدييات لا يوصى بتربيته في المنزل. تعيش هذه القطط حياة مختلفة ولا يمكن العثور عليها في مشاتل الحيوانات الآلفة العادية في العصر. تتعرض هذه القطط للإصابة بالأمراض الفيروسية، وليس معروفا ما هي التطعيمات التي يمكن ويجب إعطاؤها لهذا الحيوان الصغير والجميل. تصنف في بعض البلدان على حافة الانقراض الكامل، ومن المؤسف أن الجشع الشديد للناس يؤدي إلى تداعيات حزينة كهذه.